علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة واللي كيف ما عودناكم بكل صدق بكل مصداقية بكل حب كنحاولوا أننا نوصل لكم مستجدات الأخبار. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نطرقوا للموضوع ديال استمرار الضغوطات ديال العصابة الحاكمة في الجزائر على تركيا من أجل إقالة السفير ديالها في الرباط. هضرنا إخواني أخواتي البارحة في الموضوع واللي كيتعلق بسحب هذا السفير من أجل التشاور في تركيا، لكن اليوم كاين ضغوطات أخرى من أجل الإقالة ديالو. غادي نشوفوا كذلك كيفاش أن الدبلوماسية ديال رابح رابح واللي أسس لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والعز تصيب العصابة الحاكمة في الجزائر في المقتل. حليفين كلاسيكيين للعصابة الحاكمة في الجزائر، نيجيريا وكذلك البرازيل، يقولون لعبد المجيد تبون لشنقريحة للأعداء والخصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية خط أحمر. في التفاصيل ديال هاد الموضوعين غادي نكشفوا على واحد المجموعة ديال الأشياء واللي وقعات البارحة والنهار اللي قبل منه لا في البرازيل ولا في نيجيريا، واللي خلات أن العصابة الحاكمة في الجزائر تعود بخفي حنين. إخواني أخواتي، نقاط عديدة ومتعددة متعلقة بالمواضيع ديال هذه الحلقة غادي نطرقوا لها من الأول إلى الأخير. إلا بقيتوا معنا حتى النهاية ديالها ما تنساوش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب تشجيعا منكم المحتوى ديال هذه القناة. إذا كنتم مازال ما اشتركتوا فهذه الفرصة باش أنكم تشرفونا بالانضمام إلى قناة كشف الخبر. أما بالنسبة للتعليقات ديالكم فدائما مرحب بها. شكرا لكم إخواني أخواتي مرة أخرى، وإلى التفاصيل. السلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. قبل لا ندخلوا للمواضيع الرئيسية ديال هذه الحلقة ما فيها باس أننا نفتتحوها بواحد الفيديو، وهذا كيدخل في إطار الرد على الجزائريين من عند الجزائريين أنفسهم. الجزائريون الأحرار يقولون بأنه الجزائر ليست لديها لا هوية ولا تاريخ، وطريقة ديال السب والشتم والتطاول على كل ما هو مغربي ولغة التزوير ما هي إلا دليل واضح على أن هذا الشعب المنبوذ بسبب النظام العسكري الجزائري لا هوية ولا تاريخ له. هذا الشيء ماشي أنا اللي قلته. غادي نخليكم إخواني أخواتي مع واحد المقطع ديال الفيديو 35 ثانية للمؤرخ الجزائري محمد بلغيت. هذه ماشي القناة ديال كشف الخبر أو لا مؤرخ مغربي، هذا مؤرخ جزائري يرد على الجزائريين. شوفوا هذا المقطع وندخلوا إخواني أخواتي للمواضيع ديال هذه الحلقة. الجزائري في الحقيقة يتستر بمسحيق، يتستر بإيديولوجيا لا يؤمن بها إيمان عميق جدا، يتستر بوطنية كاذبة، يتستر بوطنية كاذبة، يتستر بمصلحة وطن، هو يدافع عن أنانيته كشخص في الظهور وحب الظهور إلى غير ذلك. لكن أنا أقول أنه التاريخ حقائق ووثائق. صحيح. الذي يخشى التاريخ هو الذي يخشى أن يعرف جذوره وأصله. فإذا كان هذا الرجل ينتمي إلى جذر فاسد فمعنى ذلك أنه سيغطي التاريخ، وتغطية التاريخ بتزوير الحقيقة وبشتم الآخرين وبحرق الوثائق. كنذكر إخواني أخواتي واحد الشيخ جزائري ربما راكم سبق لكم وشفتوا الفيديو ديالو. أنا غادي نحاول نقلب عليه إلا صبتو فغادي نشاركه معكم في المنتدى، أو لا غادي نصيفط لكم عبر الرقم ديال الواتساب في حالة إلا تواصلتوا معايا. بطبيعة الحال هذا الشيخ الجزائري تلاقى بشي وزير على ما أظن بن قرينة، وكانوا معاه واحد المجموعة ديال المسؤولين، وقال لهم بأنه السبب ديال الخراب ديال الجزائر هي البوليزاريو. وفعلا يعني اليوم كنشوفوا بأنه الجزائر الخراب ديالها هو العصابة ديال البوليزاريو واللي صنعتهم بنفسها، وهي اليوم كتدفع الثمن كثير. اليوم العصابة الحاكمة في الجزائر كتحاول أنها تقوم بالابتزاز ديال تركيا.
كيحاولوا انهم يقلدوا المملكه المغربيه، ماشي بالابتزاز، وانما لما اسبانيا ارتكبت خطا فادح في حق المملكه المغربيه واستقبلت زعيم الانفصاليين محمد ابن بطوش، فشفنا الخطوات الصعيديه واللي قدمت عليها المملكه المغربيه، دق وسكات، ما كاين لا بهرجه لا حتى شي شيء من هذا القبيل. فما كان من الحكومه الاسبانيه حكومه بيدرو سانشيز الا انها تقيل ارانشا غونزاليس لاي هذه الاخيره واللي ارتكبت واحد المجموعه ديال الاخطاء دبلوماسيه. اليوم نفس الشيء لكن في ظروف اخرى. النظام العسكري الجزائري يضغط على تركيا باش انها تقيل السفير ديالها في الرباط. هذا الاخير واللي كيف ما شرت في ماده اخباريه سابقه فهو خرج بواحد التصريح واللي صراحه اغضب وقد مضجع العصابه الحاكمه في الجزائر، واللي قال بان تركيا مع الوحده الترابيه للمملكه المغربيه، ولا يوجد بلد في العالم يحس بالانفصاليين اكثر من تركيا، لانه كيحس بالشيء اللي كيحسوا به المغاربه، خصوصا بانه حتى هما عندهم المشاكل ديال الانفصال مع الاكراد. وفي الحقيقه يعني كل دول العالم اي بلاصه الا وفيها واحد الخليه نائمه، اما يعني كطالب بالانفصال او لا يعني غادي يوصل الوقت باش انها تطالب بالانفصال. فعلا في المملكه المغربيه ما كاينش الانفصال، لكن فرض علينا واحد النزاع تحت ذريعه الانفصال، وهذا الشيء تنعرفوه. اليوم النظام العسكري الجزائري بقى كيضغط على تركيا، قامت هذه الاخيره بالاستدعاء ديال السفير ديالها في الرباط، ما كاينش اليوم من اجل التشاور، غادي نشوف واش ممكن انه يتم مراجعه الطريقه ديال الخطابات ديالو او لا شيء من هذا القبيل. لكن اليوم كاين اخبار اخرى. فواحد من المقالات اللي طرقت لهذا الموضوع كيقول: كشفت تقارير صحفيه تركيه ان ضغوط ابتزازيه تمارس على تركيا لاقاله سفيرها بالرباط بعد مجاهرته بدعم مغربيه الصحراء. وكشف موقع تركي قبل اسابيع ان السفير التركي بالرباط تم استدعاؤه من طرف سلطات بلاده في اعقاب غضبه جزائريه على تصريحات كان قد ادلى بها الخريف الماضي، وعبر فيها عن دعم بلاده للوحده الترابيه للمملكه المغربيه. هذا الموضوع اللي شرط ليه. فاخواني اخواتي غادي نقولوا لي كيفاش واحد دوله متفككه لا نظام لا مؤسسات الاقتصاد غادا تبتز تركيا، الدوله المتقدمه واللي اليوم يقام لها ولا يقعد، يعني كتنافس اقوى الدول الاوروبيه، يعني دوله متكامله بكل ما تحمل الكلمه من معنى. فالابتزاز فيه اللغه ديال الهبات والشيكات وكذلك المصالح لا اقل ولا اكثر. احنا عارفين كيفاش انه واحد المجموعه ديال الاتفاقيات كان غادي يتم التوقيع عليها ويتم يعني الاكتمال ديالها، واللي تمات خلال هذيك الزياره اللي قام بها عبد المجيد تبون الى تركيا لما رجب طيب اردوغان خلاه تما ومشى للامارات. لكن مباشره بعدها فشفنا كيفاش انه الجزائر نقدروا نقولوا قلبات على تركيا ومشات رجعات لماماها فرنسا، وتم يعني كل هذه الاتفاقيات جزء كبير منها تم التوقيع ديالها مع فرنسا. فتركيا ما عجبهاش الحال. فالنظام العسكري الجزائري اليوم كيقول لتركيا: الا بغيتوا اننا نردوا جزء من هذيك الاتفاقيات وكذلك نستمروا في الشراكه والى غير ذلك، فما عليكم الا هذا السفير يعني تقوموا بالاقاله ديالو يعني طريقه او لا انتصار دبلوماسي للجزائر لا اقل ولا اكثر. لكن الموقف ديال تركيا لن يتغير، لان المصالح ديال تركيا مع المملكه المغربيه اكثر من المصالح ديالها مع الجزائر، خصوصا كيف ما قلت بانه تركيا تعاني من نفس المشاكل واللي كتعاني منها المملكه المغربيه. ندوزو اخواني اخواتي لموضوع اخر، ما يسمى عند جبهه البوليزاريو جمهوريه القياطن والعجاج بوزير الخارجيه غادي يقوم بواحد الزياره على عجل الى نيجيريا في خضم الانتكاسات واللي كتعرفها العصابه الحاكمه في الجزائر. فكيحاولوا انهم يديروا ضخ دماء جديده، خصوصا بانه الرئيس محمد بوهاري او لا بخاري يعني سالت الفتره ديالو، وكاين رئيس جديد فصيفطوا وزير الخارجيه باش انه يتباحث مع الرئيس الجديد. وحنا عارفين يعني اش من اتفاقيات او لا اش من شراكه او لا اش من يعني مصالح كتجمع نيجيريا مع جمهوريه القياطن والعجاج واللي عايشين على الارتزاق. فاكيد يعني الجزائر هي اللي كتاخذ ليه مواعيد، والجزائر هي اللي كتصيفطوا فقط من اجل انهم ياخذوا تصاور. لكن المثير انه رغم كل هاد المناورات وهذه المحاولات الفاشله ما قدرش هاد ما يسمى بوزير الخارجيه ديال الوهم انه ينتزع ولو كلمه من عند الرئيس ديال نيجيريا
لسبب واللي معروف واللي قلنا بانه هو الدبلوماسيه ديال رابح رابح. الا كنتو كتعطيو الرشوه لمحمد بوخاري او اللي سبقوه في الفتره ديالو سالات، لكن اليوم كاين رئيس اخر اجا ما يقدكم انكم تعطيوه في الهبات والشيكات. لكن اللي تنأكد عليه دائما ان الدبلوماسيه ديال رابح رابح واللي اسس لها صاحب الجلاله الملك محمد السادس دام له النصر والعز، بانها يعني ماشي كتبقى المساله كتعلق فقط برئيس، انت كترهن شعب، انت كترهن اقتصاد، يعني الاشياء اللي كتعود بالدخل المستدام على البلدين. وهذه المساله اللي ما صابوش لها الجنرالات اي حل، لانه اصلا ما كيعرفوش يخدموا عليها، ونقلوا وسرقوا كل الاشياء من المملكه المغربيه الا هذه المساله، لانها كتطلب الصبر وكتطلب الثقه في النفس وكتطلب كذلك الذكاء والدهاء. نقرا واحد من المقالات واللي طرقات لهذا الموضوع. الصحيفه المغربيه واللي كتحمل الاسم ديال الصحيفه، واللي غادا تعنون واحد المقال ديالها اللي نشرته البارحه قائله: لم تكلل مساعي جبهه البوليزاريو الانفصاليه للحصول على دعم صريح من نيجيريا لاطروحتها الانفصاليه ضد المغرب في قضيه الصحراء بنجاح، بالرغم من ارسالها لما تسميه بوزير الخارجيه محمد سالم والسالك الى العاصمه النيجيريه ابوجا للقاء وزير الخارجيه النيجيري جيوفري اونيما. واكتفت الأذرع الإعلامية التابعة للجبهة الانفصالية بالإشارة إلى أن اللقاء بين الطرفين كان فرصة لما وصفته بتقوية العلاقات بين الجبهة. واحد النموذج يعني راه تقريبا كاع الدبلوماسيات، خصوصا الدبلوماسيات الفاشلة لا في الجزائر لا عند البوليزاري، وإن كان يعني ما عندهم لا دبلوماسية لا دولة لا هوية لا زمان لا مكان، فيعني تقوية ديال العلاقات والتباحث بشأن القضايا الإقليمية وإلى غير ذلك. لكن ما قدروش انهم كيف ما عودونا يخرجوا او لا ينطقوا ولو بكلمه ويقولوا من خلالها بانه نيجيريا تدعم كذا جبهه الانفصال او لا شي حاجه من هذا القبيل. عرفتوا علاش؟ لانهم عارفين بانه هذا رئيس جديد، وعارفين بان الدبلوماسيه المغربيه ما كتمررش هكذا نقط. اكيد غادي يكون تواصل يعني في اقرب الاجال ان تم يعني الاشاره الى اي كلمه او لا اي يعني عباره من هذا النوع. فيعني كيف ما قلنا خرجوا بخفي حنين. وهنا اخواني اخواتي نشير فقط لواحد النقطتين واللي صراحه جد مهمتين وكيتعلقوا بان نيجيريا يعني راجعت الموقف ديالها. هاد نيجيريا راه كانت من قوى الداعمين للاطروحه الانفصاليه، كانت شبيهه بجنوب افريقيا اليوم واحد المجموعه ديال جمهوريه الموز. فجوج ديال الاشياء. الشيء الاول هو هذا الانبوب ديال الغاز واللي غادي يربط نيجيريا باوروبا مرورا بتراب المملكه المغربيه. العلاقه ديال المملكه المغربيه بدول غرب القاره الافريقيه، فاليوم نيجيريا تراهن بشكل كبير على المملكه المغربيه من اجل ايصال ديال الغاز ديالها الى اوروبا. في نفس الوقت المملكه المغربيه تراهن على الغاز النيجيري من اجل يعني تلبيه الحاجيه ديال السوق، وفي نفس الوقت يعني تحول المنطقه ديال غرب افريقيا الى واحد المنطقه يعني متحده، واحد المنطقه مزدهره، وما يبقاش عندها مشكل في الامور اللي كتعلق بالطاقه. وهذا الشيء اللي كتاكد عليه المملكه المغربيه في عدد المرات. اما بالنسبه للنقطه الثانيه وكيتعلق الامر بالمصنع التابع للمكتب الشريف للفوسفات من اجل الصناعه ديال الاسمده، خصوصا بانه لما كنهضروا على نيجيريا راه فيها 200 مليون مواطن نيجيري، يعني واحد السوق واعده. يعني غير المساله ديال الامن الغذائي فيعني راه يقام لها ولا يقعد، وبالتالي فكيبقى كيف ما تنقولوا هذاك البوي السوفتاج هو الفوسفات المغربي. فاليوم نيجيريا وقفات في الوسط ومتشبته بالحياد الايجابي، لكن في نفس الوقت هذا كيتعتبر واحد الاختراق دبلوماسي كبير، هذا واحد الانتصار دبلوماسي كبير جدا. في المقابل هو خساره ما بعدها خساره لدوله الطوابر البرازيل هذه الاخيره، واللي الكل كان كيقول بانه الرئيس ديالها الجديد، خصوصا بانه يعني عنده سوابق كنا كنشوفوا في عديد المرات انه كيدعم في بعض اللقاءات يعني الجبهه ديال الوهم، عنده علاقات جيده مع البوليزاريو الى غير ذلك، لكن عفوا مع الجزائر. لكن الدبلوماسيه كيف ما قلت ديال رابح رابح فكتقوم بالتقييد ديال هكذا نوع من الرؤساء واللي يعني بسهوله يغير الموقف ديالو. اتفاقيه واللي كان يعني توقيع عليها في سنه 2019 اليوم تم الموافقه عليها بشكل رسمي
واللي فيها التعاون العسكري، فهادشي كله غادي نشوفوا اخواني اخواتي في واحد من المقالات. لكن في واحد البند ديالها فيها الاحترام ديال الوحده الترابيه للمملكه المغربيه، وفي نفس الوقت المملكه المغربيه تحترم الوحده الترابيه للبرازيل. هنا يعني بغيت نشوف الذباب المتعفن والاعلام ديال زيغو ديال العصابه الحاكمه في الجزائر اشنو غادي يقول بخصوص هذا الموضوع. يقول المقال: صادقت لجنة الخارجية والدفاع في البرازيل بشكل نهائي على الاتفاقية العسكرية بين المغرب والبرازيل رغم المحاولات العدائية من جهات معلومة لمنع المصادقة على كامل بنود هذه المعاهدة. شكون اللي كيعارض؟ الجزائر، طبيعة الحال بأوامر فرنسية. الجزائر كتنفذ أو لا فرنسا كتاكل بفم العصابة الحاكمة في الجزائر الشوك. فداروا كل ما في جهدهم باش انه على الاقل ما يتمش تفعيل بعض البنود، وكنهضر على البند ديال الوحده الترابيه للمملكه المغربيه. يضيف المقال: الاتفاقيه المذكوره وقعت في سنه 2019 مع الحكومه البرازيليه، حيث تتضمن نقل التكنولوجيا والمقتنيات العسكريه واقامه مشاريع عسكريه مشتركه والتدريب والمناورات وغيرها من الامور، بالاضافه الى بند متعلق باحترام الوحده الترابيه للبلدين وعدم المساس بها أو بالأمور الداخلية، وذلك في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. خلينا من النموذج اللي كيظل يفرقوا فيه الدبلوماسيين الفشل ديال العصابة الحاكمة في الجزائر أو جمهورية الوهم، القضايا الإقليمية والتعاون وإلى غير ذلك. هذا الشيء يعني موثق: التعاون العسكري، التعاون الأمني، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، عدم المساس بالوحدة الترابية إلى غير ذلك، يعني أشياء واللي واقعية. هذا الشيء إخواني أخواتي راه كله تم في دق وسكات. واش شفتوا شي بلاغ ديال الخارجيه او لا شفتوا الاعلام الرسمي او لا شيء من هذا القبيل كيهضر على هكذا نوع من الاتفاقيات وهكذا نوع من العلاقات الجديده واللي صبحت كتربطنا مع البرازيل؟ ابدا. فاحنا كنشوفوه فقط من خلال بعض المواقع واللي كتطرق لهكذا يعني نقاط، وكتقوم يعني الصحف المغربيه بنقل هذه المواضيع لا اقل ولا اكثر. في الوقت اللي البلاد ديال البهرجه يعني مجرد انه تكون شي حاجه او لا غير توهم فيقيمون الدنيا ولا يقعدونها. وبسبب هذه المادة أثير السعار الكابرنات الذين حاولوا بجنون تحريك بعض الشيوعيين من الزمن الغابر في البرازيل للاحتجاج على اتفاقية، لكن دون نتيجة. يعني باش انك تخرج هاد الشيوعيين كتحط الفلوس، يعني الجزائر حطت الفلوس ديال من؟ ديال الشعب الجزائري المنهك. لكن واش وصلوا لشي نتيجة؟ ما وصلوا حتى شي نتيجة. كيف ما وقع لهم على ما اظن مع هذاك الرئيس ديال البيرو، يعني عطاوه فلوس وفي الاخر تم الاسقاط ديالو. واليوم يعني البيرو راه كتشوف المصالح ديالها مع المملكه المغربيه، وهضرنا على الخطوه الجديده واللي يقدم عليها البرلمان البيروفي. وفي هذا الصدد تم عرض الاتفاقيه على اللجنه الدستوريه والعدل بالكونغرس، والتي اكدت على انه لم يتم الكشف في هذا التقرير عن اي اختلال في دستوريه المشروع او المرسوم التشريعي، كما تمت مراعاه المتطلبات الدستوريه ذات الصله التي تم الاستشهاد بها. يعني المساله ديال المصادقه عليه بشكل نهائي في المؤسسه الدستوريه، كنهضر على الكونغرس البرازيلي، فيعني ما عنده حتى شي اشكال، يعني مساله وقت لا اقل ولا اكثر. واضافت اللجنه بان الفقرات التي تشير الى مبادئ احترام السياده والوحده الترابيه بين الدول والمعامله بالمثل والمصالح المشتركه وسلامه حرمه الاراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول الاخرى هي تتطابق بالكامل مع المبادئ التي تحكم البرازيل في العلاقات الدوليه، والتي يتم ترتيبها في البند الرابع من الدستور الاتحادي، وبالتالي رفض إدخال أي تعديلات على الاتفاقية. وهنا يعني تبخرت أحلام جارة السوء. رجع باش بديت هذيك التصريح ولا هذيك الكلمة واللي لقاها هذاك الشيخ الجزائري واللي قال بأنه السبب ديال الهلاك ديال الجزائر هو البوليزاريو. هذا الشيء إخواني أخواتي نكتشفوا صراحة، يعني لو وجد في هذا النظام ولو شخص عاقل واهتموا بالشؤون الداخليه ديالهم ونموا بلادهم واقتربوا من المملكه المغربيه وتفعل الاتحاد المغاربي، كنهضر على عرب امازيغ الى غير ذلك، لانه كاين كثير من الاخوان كيقول لك ما تقولش اتحاد المغرب العربي، فاحنا ما عندناش مشكل، لا فرق بين عربي وامازيغي، احنا كلنا يعني
اخوه، والحمد لله ما كاين حتى شي اشكال. الامازيغيين يعتزون بالمغربيه ديالهم، وكذلك العرب يعتزون بالمغربيه ديالهم، لا اقل ولا اكثر. وان كان يعني الاصل ديال الساكنه ديال المملكه المغربيه ولا شمال افريقيا فهو امازيغ، فما عندنا حتى شي مشكل. وبالمناسبه تحياتي لكل الامازيغ ديال المملكه المغربيه. فكيف ما قلت، ها هي الجزائر مره اخرى تعود بخفي حنين، ولو انها كان عندها شويه ديال العقل فكنا غادي نشوفوا جزائر اخرى وتونس اخرى وليبيا اخرى ومملكه مغربيه اخرى، بعيدا على التطاحنات واللي فرضها علينا النظام العسكري الجزائري. اخواني اخواتي، نتمنى من الله انني نكون وضعتكم في الصوره. شكرا لكم، شكرا لاصغائكم. نضرب لكم موعد في هذا المساء. شكرا لكم والى اللقاء.